السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقوله حدوتة زغنطوطة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان فيه مرة راجل عجوز وست عجوزة ساكنين على شط البحر، ساكنين في عشة صغنونة مبنية من القش. كان كل يوم الراجل العجوز يطلع يروح يصطاد ويسيب مراته في العشة تقعد تنضف العشة وتملى المية وتستناه على ما يجي يجيب بقى الأكل معاه. ساعات يجيب كتير ساعات يجيب قليل ساعات ما يجيبش خالص. كانوا عايشين وراضيين وحامدين ربنا. في يوم بقى من الأيام طلع يصطاد، فضل طول النهار يرمي في الشبكة لحد آخر النهار والشمس خلاص مروحة. كان الدنيا بقت مغرب برضه ما طلعش ولا سمكة. قال خلاص أنا حرميها آخر مرة دي واسحبها. طلعت سمك، ماشي نتعشى أنا ومراتي بيه. ما طلعتش، خلاص هنروح ونحمد ربنا النهاردة على كده واجي من بكرة الصبح تاني. رمى الشبكة وبعدين بيلمها ملقاش فيها حاجة. قال خلاص، بس بص كده لقى فيها حاجة بتلمع. قال ايه ده، حاجة دهب دي ولا ايه؟ راح بيمد ايده يمسكها لقى في صوت طالع، فخاف كده. قال في ايه؟ قالت له انا السمكة الذهبية يا عمي يا صياد، ارميني في المية، ارميني في المية لحسن هنموت. قال لها ليه ارميكي ليه؟ ده انا ما اصطدتش النهارده حاجة. انا هاخدك مراتي تاكلك حتى على لقمة كده اهو، اهي تلاقي حاجة تاكلها. قالت له انا مش هشبعها. قال لها مش مشكلة، اصل انا ما اصطدتش النهارده سمك. قالت له يا عمي صياد ارميني بس في المية اوعدك اللي انت لو قلتلي على حاجة هجيبها لك. فصعبت عليه. قال لها بس انت صغيرة هتجيبيلي ايه يعني؟ يلا ها، انا هرميكي في المية ومش عايز منك حاجة. وراح واخد الشبكة بتاعته ومشي. راح بقى روح لقى مراته بقى حاطة الايه، الطبلية وفرشة الفرشة وحاطة لقمتين ناشفين على الطبلية. قالت له ايه انت ما جبتش النهاردة حاجة؟ قال لا لا والله ربنا ما رزقناش. مش مشكلة بقى النهاردة، بكرة ان شاء الله هنطلع من بدري وهنصطاد. قالت له طب وماله مش مشكلة، احنا ناكل اللقمتين دول بقى وخلاص. خدت لقمة وهو لقمة وقعدوا هما بياكلوا كده. قال لها اسكتي مش حصل حاجة النهاردة. قالت له ايه خير؟ قال لها وانا بلم الشبكة كده وانا جاي قبل ما نيجي على طول دلوقتي لقيت لك سمكة صغنونة كده اهو قد عقلة الصابع كده اهو. قال ايه؟ قالت لي ارميني في المية، وانا لو عوزت مني حاجة انده عليا وانا هطلع لك من المية واجيب لك اللي انت عايزه. قالت له طب وانت ما طلبتش منها ليه؟ قال لها اطلب منها ايه؟ تفتكري ديت هتجيب لي ايه؟ دي سمكة صغيرة تعرف تجيب لي ايه دي؟ قالت له طب جرب، ده احنا مش لاقيين ناكله ما هو. طب روح ده البحر قريب اهو، روح بس انده عليها وقول لها كده جرب. قال لها ماشي. راح رايح نده عليه يا سمكة يا ذهبية. راحت طالعة من المية على طول. ايوه يا عم يا صياد. قال لها ده انت فعلا طلعتي وكلامك صح. قالت له ايوه يا عم يا صياد انت عايز ايه؟ قال لها احنا ما عندناش اكل ناكله عايزين ناكله. قالت له طب روح يا عم يا صياد وانت هتلاقي الاكل في البيت. راح مروح، مراته لقاها واقفة له على باب العش. قالت له تعالى شوف السمكة صاحبتك جابت لنا ايه، ده جايبة لحمة وفراخ وسمك وحاجات أكل ايه ده وحلويات وفاكهة، هنودي ده كله فين؟ قال لها يلا كلي واشبعي و... يعني وشيلي الباقي. قالت له فعلا ده احنا هنشيله الباقي، ده قعدنا يومين تلاتة ناكله فيه. المهم قعدوا ياكلوا بقوا مبسوطين. جت بقى تاني يوم كده بعد ما هو جه من الصيد. قالت له انا جه في دماغي حاجة كده مش عارفة ممكن تعملها ولا ايه. قال لها خير. قالت له ما تقول لي السمكة بتاعتك تجيب لي حنفية، عشان أنا الحنفية بتاعتي بعيدة بملى من بعيد
وعلى ما باجي هنا بتكون المية كلها اتكبت مني. قال لها حاضر هقول لها. راح رايح قايل لها مراتي بتقولك هي عايزة حنفية في العش. قالت له حاضر. فروح بقى آخر النهار لقى مراته عمالة محتاسة عمالة تنشف في المية. ايه؟ قالت له المية كل ما افتح الحنفية تغرق الأرض واقعد أنشف فيها. يعني ما قلتلهاش تعمل لنا حوض؟ كانت المية تيجي في الحوض بدل ما بتنزل في الأرض كده وتغرق لنا الفرش. قال لها حاضر هقول لها. راح تاني يوم قال لها اعملي لها حوض صغير كده لحسن العشة هتقع علينا من كتر المية. قالت له حاضر يا عمي صياد. المهم روح بقى قال لها ايه عملت لك الحوض؟ قالت له والله حاجة جميلة خالص، افتح الحنفية كده اخد المية اللي انا عايزاها واقفل الحنفية تاني. المهم راحت جاية ايه بعد يومين تلاتة كده وهم قاعدين ياكلوا. قالت له قال لها يا حاج ما تقولهاش تعمل لنا بيت صغير كده حلو؟ الحنفية والحوض دول ما ينفعوش في العش، عايزين حاجة كده بيت حتى صغير مش كبير، أنا عايزاه صغير عشان أعرف أنضفه لأن أنا ست كبيرة أنت عارف على قدي. قال لها حاضر أنا هنروح نقول لها ونخليها تعمل لك بيت. راح رايح قال لها يا سمكة يا دهبية، راحت طالعة له من المي. قال لها ما تعرفيش تعملي لنا بيت صغير كده محندق كده يعني على قدنا كده؟ قالت له حاضر روح وانت هتلاقيه. فروح آخر النهار هو بقى ناسي، فبيبص كده لقى بيت كده على شط البحر. ايه البيت اللي هناك ده؟ ده البيت ده جنب العشة بتاعتنا، حد سكن جنبنا. ايه البيت دوت؟ الله ده بيت شكله حلو. بس بص لقى مراته واقفة على باب البيت. قال لها اه هو ده البيت اللي السمكة عملته؟ يا نهار ابيض ده شكله جميل خالص. قالت له ده جميل، تعالى اتفرج من جوه، شكله جميل خالص ومحندق كده، وانا طول النهار عمالة ننضف ونروق ونعمل حاجة حلوة خالص. يا ده السمكة دي ساعدتني مساعدة. قال لها يلا انبسط يبقى احمد ربنا. المهم ايه جت تاني يوم قالت له انا هروح نزور جماعة قرايبي وهنجي اخر النهار، على ما تيجي انت بالصيت هكون انا جيت. قال لها ماشي بيسلمي عليهم وخلي بالك من نفسك. قالت له ماشي. راحت رايحة. المهم آخر النهار جت بقى وهم قاعدين كده قالت له اسكت، مش أنا شفت حاجة كده؟ شفت بيت شبه بتاعنا كده بس حواليه جنينة حلوة وفيها زرع كده وفاكهة وورد. قال لها يعني عايزة جنينة يعني؟ قالت له اه لأما لو تروح للسمكة وتقول لها تعمل لي جنينة. قال لها حاضر هقول لها. فعلا تاني يوم راح قال لي إيه للسمكة. السمكة عملت لها جنينة. بعد كام يوم قالت لها راح قال لها مراتي مش عارفة تزرع الجنينة لوحدها، هاتلها جنايني. راحت قالت له حاضر. كل يومين كده تحتاج حاجة تقول لجوزها وجوزها يروح يقول للسمكة والسمكة تقول له حاضر. بس مراتك يعني طلباتها كتير يا عم يا صياد. قال لها هعمل ايه بس؟ قالت له حاضر يا عم يا صياد. ففي مرة بقى ايه وهم قاعدين كده قالت له اسكت، مش انا شفت حاجة كده في السوق وانا النهاردة في السوق شفت حاجة. قال لها ايه اللي شفتيه؟ قالت له انا شفت الملكة كانوا شايلينها على الكرسي بتاعها كده والمحمل بتاعها وراحت وكانت ماسكة دهب وعمالة تحدفه كده على الناس من هنا والناس من هنا، والناس موطية كده عمالة تلم الدهب من الأرض. أنا نفسي نبقى كده هو زيها. قال لها تبقي زيها؟ ده هي ملكة وملكة البلاد، انت هتبقي ملكة ايه بقى؟ ما ينفعش. قالت له طب نبقى غنية كده وعندي دهب كتير والحراس يشيلوني واقعد احدف على الناس كده فلوس والناس توطي كده وتاخد الدهب من الارض وياخدوا الدهب من تحت رجلي كده ونبقى ماشية كده ايه بقى محدش زيي. قال لها والله انت بقيتي تطلبي طلبات غريبة. المهم ايه راح رايح للسمكة وقال لها. قالت له حاضر يا عم يا صياد، هنخليها غنية وعندها قصر كبير وعندها
دهب كتير وكله، روح وانت هتلاقيها كده. راح مروح، لقى القصر بقى كبير وعليه حراس من بره، وليه سور وبوابة كبيرة. فداخل بقى، قالوا له انت داخل رايح فين؟ قال لهم ده انا ساكن هنا. قالوا له ساكن هنا فين؟ ازاي يعني؟ انت بشكلك دوت، انت راجل عجوز ولابس كده لبس اي كلام. جوز الست اللي جوه ديت اللي هي الغنية قوي دي، ازاي يعني؟ قال لهم طب اندهولها بس. فالمهم ايه، قالوا له طب اقف هو ما تخشش، اقف على البوابة هنا لغاية ما نسألوها. وقف على البوابة، فهي كانت فوق بقى كده على السلم العالي كده عند القصر، واقفة على الباب بتاع القصر بتاعها من فوق كده. فراح في البلكونة يعني. المهم راح قال لها ها، انا انا قلت للسمكة وهي عملت لك القصر اهو. راح الحراس قالوا له اسكت، استنى ما نسألوها بتتكلمش. قال لهم انا جوزها، انا جوزها اسألوها حتى. راحت هي سامعاه، وراحت مشاورة للحراس وقالت لهم خلوا الراجل ده عندكم، اوعوا تخلوه يطلع، ده هدومه كلها سمك. ده بصوا هدومه عاملة ازاي، الراجل العجوز ده قعدوه في الأوضة اللي في الجنينة، اوعوا يطلع فوق. قالوا لها حاضر. بقى زعلان جوزها، ازاي بعد ده كله تقعدني في الجنينة؟ قعد يوم واتنين. في اليوم التالت بص لقى الحراس بيقولوا له تعالى كلم الست. راح قال طب كويس، يبقى عايزاني اطلع القصر اسكن فوق. المهم راح جاي رايح لها، قالت لسه هيطلع على السلم كده، قالت له لا استنى كلمني وانت عندك كده، اوعى تطلع على السلم. قال لها نعم عايزة ايه؟ قالت له روح للسمكة، السمكة صاحبتك دي، وقول لها اللي انا عملت لها هنا بيسين كده حوض كده لوحدها، وهأكلها كل اللي هي تحبه، وهتقعد بس هي تقعد هنا بدل ما انت رايح جاي كده، رايح كل شوية رايح البحر جاي من البحر. لا انا بعد كده انا انده عليها واطلب اللي انا عايزاه بنفسي. قال لها ما اظنش هترضى تيجي. قالت له روح قول لها ده انا عامله لها بحيرة صغننة هتبقى لوحدها فيها، ده انا هنخليها كده زي ما تكون ملكة كده في وسط السمك. راح قال لها والله بقى نروح نقول لها. المهم راح رايح للسمكة، قال لها يا سمكة يا ذهبية، مراتي بتقولك هي عايزة تستضيفك عندها في القصر، وعاملة لك بحيرة صغيرة لوحدك كده، وحاجة ايه بقى ما اقولكيش، واضواء وحاجات. قالت له لا، انا ما اسيبش البحر بتاعي ابدا، بصراحة بقى مراتك دي طماعة، ولازم ارجعها تاني للي هي كانت فيه. روح بقى كده وانت هتلاقيها قاعدة في العشة وفرشة الفرشة المقطعة، والجردل المخروم اللي بيخر مية، وهترجع زي ما كانت تاني. الطمع يقل ما جمع، توتة توتة وفرغة الحدوتة. حلوة ولا ايه؟ ها، سلام عليكم بقى اللي يعجبه الحدوتة يعلق بتعليق حلو كده زيه، واللي مشتركش وأول مرة يسمعني يشترك ويشير لأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولولي بقى أكمل الحواديت ولا إيه؟ السلام عليكم.